السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض كرنبيت بطريقه حلوه قوي. انا عارفه ان في ناس كتير مش بتحبه، بس اللي مش بيحبه هيحبه بعد ما يجرب الطريقه دي. وانا واحده من الناس ما كنتش بحب الكرنبيت ابدا، بالنسبه لي من الحاجات اللي بتتبلع بالعافيه كده. لما بحب اطبخه علشان فوايده بعمله بالطريقه دي، والاهم انه مش محتاج وقت خالص. قبل ما نبدا، لو اول مره تشوفوني انا ايمي الشاهي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، ويلا بينا نبدا على طول. اول حاجه دلوقتي هنجيب الكرنبيت وهنقطعه الاول بالنص كده بالسكينه، وبعدين هنقطعها بايدينا كده وردات صغيره على قد ما نقدر. مش بحب احط العروق التخينه ديت، لو حابين انتوا تحطوها حطوها عادي، انا بستخدمها في المخللات وبس. وبعدين هغلي ميه وهحط فيها الكرنبيت وعليها معلقه صغيره من الكمون، وهسلقه نص سلقه كده. وقت ما بيتسلق هجيب طاسه غويطه عميقه، وهحط فيها حبه حلوين كده من الزيت، ممكن كمان زيت مع سمنه لو حابين. وهحط عليها بعد ما تسخن صدر فرخه متقطعه حتت صغيره شويه. بوزعها كده بعيد عن بعض، مش بقلبها، لا انا بوزعها بس بعيد عن بعض علشان مش عايزاها تنزل ميه خالص خالص كده وتتهري. نسيبها كده في حالها لغايه لما تبتدي لونها يتغير من تحت. دلوقتي خلاص الكرنبيت استوى نص سوا، هصفيه من غير ما ابرده بميه تاني، وما نسيبوش ولا تنتوفه، وبعدين نخليه على جنب. بعد كده بقطع بصله متوسطه مكعبات صغيره قوي، وهحطها على الفراخ بعد ما استوت. الفراخ بعد ما غيرت لونها من تحت قلبتها وسبتها شويه كمان لغايه لما استوت خالص. نقلب البصل بقى مع الفراخ، وبعدين احط عليهم من 3 ل 4 فصوص توم كده، نفرمهم ناعم ونقلب نقلب. نتبل بقى بملح وفلفل اسود وبابريكا وكركم، وبعدين بنحط عليهم معلقه كبيره مقلبصه كده من السمنه علشان احنا محطناش في الاول، ونقلب كده لغايه لما تسيح ريحتها ايه يفللي. ونضع عليها ايضا نص كوب من صلصه الطماطم، هذه الصلصه كنت مفرزاها في الفريزر قبل كده. ثم بعد ذلك نضع ايضا الكرنبيت، يلا بقى اكتبوا معايا. ونقلب كده كله في بعضه كده اهو، ونحط عليهم من نص كوبايه لكوبايه ميه مغليه، ونقلبها كده مع بعضها ونغطيها ونسيبها لغايه لما تكمل سوا. طبعا الكرنبيت مستوي هنا نص سوا، والفراخ مستويه. احنا هنسيبهم بتاع 10 دقايق وبس عشان ياخدوا ويدوا كده مع بعض، علشان كان في شويه مشاكل بس بينهم. خلاص، وهنا حانت اللحظه. ناخذ الطاجن السكر دوت ونحطه في صينيه وندخله تحت الشوايه بس علشان ياخد لون بسيط. لو مش حابين تحطوه تحت الشوايه خلاص كده خلصنا. نطلعه ونرش شويه من البقدونس وبس كده خلاص. في اسهل من كده؟ لا مفيش. في احلى من كده؟ في. جربوا الطريقه دي علشان تقولي رايكم فيها اذا كنتم حبيتوها ولا لا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناه. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.